السلام عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. تعالوا النهارده نعمل بسبوسة ان شاء الله تبقى سهلة عليكم وتقدروا تنفذوها. عاملها لكم بالكوباية، سهلة وبسيطة جدا جدا، محدش هيصدق ان انتوا اللي عاملينها. هنعملها بالكراميل، وكمان هوريكم ازاي تخرجوها من الصينية بكل بساطة لو هتاخدوها كده زيارة لحد من حبايبكم. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم الأيام بألف خير. في البداية كده معايا دقيق السميد دوت أجيبه من عند العطار، أكون واثقة فيه كويس جدا. أما أجي أضغط عليه كده أو أمسكه ينزل من إيدي بكل بساطة يعني. تمام، ما يكونش فيه دقيق، لأن كان سبب فشل البسبوسة معايا دقيق البسبوسة. معايا كوباية من السكر، كمان كوباية من الحليب أو اللبن، نص كوباية من السمنة، معلقتين من عسل الجلوكوز استبدليهم بعسل نحل عادي أو شربات تقيل. المكسرات معايا فول سوداني، كمان اختياري معلقة من جوز الهند وظرف الفانيليا، طبعا مهم جدا بيفرق في طعم البسبوسة. معايا صينية مقاس 30 هتبقى مناسبة جدا جدا للكمية اللي معايا. البسبوسة نسيت اقول لكم ان هي 3 كوبايات، يعني ما يعادل نص كيلو. كمان معايا الاكياس اللي هي الحرارية دي، انا هاخدها وهنبدأ دلوقتي نحط منها. على فكرة ممكن تعمليها بورق الزبدة لو مش متوفر عندك الكيس الحراري، بس يعني من تجاربي يعني الشخصية، ورق الزبدة حلو كل حاجة، بس لما بتيجي تقلبيه بتلاقيه كده عامل مبطش، يعني واخد حتة بيضة حتة محمرة حتة كده. لكن الكيس الحراري بصراحة بياخد اللون كله، يعني سنجة واحدة. تمام، فأنا أرشحلك اللي هو الأكياس الحرارية. طبعا دهنت دهنة كده بالسمنة من تحت، وبعد كده بدأت أحط الكيس وأفرده كويس جدا، لأني أنا لو سبته مكرمش أو أي حاجة هيضعف البسبوسة وهتبقى مكرمشة برضو من تحت. وبعد كده هديها دهنة محترمة جدا جدا من السمنة. طيب بعد كده هنعمل إيه؟ هجيب بولة كبيرة أحط فيها 3 أكواب السميد، وأنزل بظرف الفانيليا، كمان هحط عليها معلقة جوز الهند، لكن ما تكتريش جوز الهند، يعني معلقة حلوة يعني كويسة. هاخد عليها نص كوباية السكر، انا خدت نص وسبت النص التاني، وهنبدأ نقلب الكلام ده كويس جدا. طيب ما حطيناش ليه بيكنج باودر، لان انا مش بعمل كيكة ومش حاطة دقيق. لكن لو انت جايبة دقيق البسبوسة وجيتي تحطي ايديكي كده فيه ولقيتيه عمل دقيق، ماشي، ارشح لك حطي معلقة صغيرة من البيكنج باودر او البيكنج صودا. تمام، لكن لو لقيتيه نوع نضيف زي ما انا وريتك في البدايه كده وما عملش دقيق على ايديكي، ما تحطيش بيكنج باودر. طيب بعد كده خدت نص كوبايه السكر اللي كانت معانا، وحطيت عليها ربع كوبايه من الميه، وحطيت على نار. تمام. في شيفات كتير او في ناس كتيره بيعملوا الطريقه دي، وانا مش برجحها حقيقي. انا بحب احط السكر من غير ميه، بالذات لو انا هكرمله، لانه بياخد وقت كبير، الميه بتتشرب وبيبدا يسكر تاني وبيبدا بعد كده يفك تاني. فانت لو بتعمليها اول مره ولقيتيها كده بعد ما الميه يعني اختفت، لقيتيه بقى عمل حبيبات تاني وكده، سيبيه على النار ما تقلقيش، هيسيح وهيبقى يعني متكرمل. طيب اهم خطوه ان هو يكون لونه فاتح، زي ما انتوا شايفين كده انا مخليه لونه ذهبي. بعد كده حطينا السمنه ساحت، نزلت باللبن وفضلت اقلب كويس جدا جدا، يعني مش كتير، يا دوب بس الحاجه ساحت، الكراميل ساح بس. سبته 10 دقايق بس هدي شويه، وبعد كده خدت على طول على البسبوسه وبدات كده اقلبه. طيب حاجه مهمه جدا بجد، ارجوكوا ما تعجنوش يا جماعه. الناس اللي دايما بتقول ان البسبوسه بتنشف منها او بتحطب او يعني حاجات كتير 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 بسبب ان هي بتعجن، والله ده مش عيش دي بسبوسه، يعني عايزه كده تتعامل بلطف. شفتوا انتوا الكحك بيتعمل ازاي؟ بتعملوه باطراف صوابعكم، دي يعني حساسه اكتر بقى. متخيلين؟ انا بعملها كده باطراف صوابعي وكنت خايفه، يعني متخيلين؟ فاحنا بنلم بس بنخلي الدقيق بتاع البسبوسه يختفي تماما بس، لكن انا يعني عادي، مش لازم ان انا اعجن كتير فيها. بعد كده هاخده على طول واحطه في الصينيه اللي احنا قلنا عليها مقاس 30، وده كان مقاس مناسب جدا. وببدأ دلوقتي اخدها كده وافردها بايدي
افرديها كويس. تاني حاجة مهمة، لو انتي عملتيها وكانت طرية معاكي بقى وبقت عاملة زي مثلا ايه خليط الكيك مثلا، ما تتعبش نفسك فيها لانها تبقى ناشفة. حاولي بقى تتخلصي منها، او يعني ما تشغليش عليها نار، يعني ما يبقاش موت وخراب ديار يعني بجد والله يعني حرام. خلاص هي كده كده هتبقى ناشفة، فهي لازم تبقى محببة او مرملة زي ما انت شفتيها كده في الفيديو هنا. فانا بقولك يعني بعد تجارب كتير فاشلة في حياتي بصراحة في عمل البسبوسة دي، الحمد لله يعني انجح طريقة. فلازم يعني ان شاء الله تتبعي الخطوات. حطينا بقى الفول السوداني، وكنت مشغلة الفرن قبل ما اعملها اصلا على اعلى درجة، وهحطها في رف وسط، وهسيبها 25 دقيقة بالظبط. بعد 25 دقيقة هتاخد لون من الجناب، احطها على الشواية تاخد لها لون من على الوش، وشكرا كده وخرجها على طول. في الوقت دوت كنت بجهز الشربات، وهو عبارة عن 1.5 كوباية من السكر، عليهم 2 من المية، معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، وده مهم جدا على فكرة يا جماعة. كمان طرف المعلقة كده ملح الليمون، عندك تمام، مش عندك ما تحطش ليمون. نصيحة من اختك ما تحطش ليمون، لان الليمون يعني بيبقى طعمه باين جدا خصوصا في البسبوسة. انت لما بتاكلي بسبوسة من بره بتلاقي فيها طعم ليمون؟ اكيد لا. فانت لازم يعني تحطي ملح ليمون، مفيش خلاص عادي مش مشكلة ما تحطيش اي حاجة. خرجتها بعد 25 دقيقة. اللهم بارك، اخدت لون حلو كده. بدأت انزل بالشربات، طبعا الشربات سخن جدا يعني بصوا مسافة ما بحط بتتشرب على طول. طيب احط الشربات وهسيبها اغطيها وهي في الكيس كده زي ما هي مدة مثلا نص ساعة لحد ما تتشرب وتبقى كده يعني دايبة دوب. بصوا انا بضغط عليها، انا خايفة اضغط يعني طرية جدا. تمام، انا بقى هحط كيس كده على وشها، وهبدأ اجيب طبق تاني واحطه كده من فوق وهقلبها. طيب كده الكلام حلو وسهلة جدا، هي ما فيهاش اي صعوبة. احطها خبطتين 3 كده وهتخرج معانا بكل سهولة. يعني عايزة اوريكم لونها من تحت كده عاملة ازاي. بصوا لونها بجد تحفة، يعني من فوق زي من تحت مفيش اي غلطة. شكلها جميل، طعمها جميل، ريحتها حلوة والله. يعني كانت مش قادرة اقول لكم، انا كل اللي اكل منها كان بيقولي لا انتي مش مشتريها بجد، يعني عمالين يسألوني انتي مش مشتريها بجد ولا انتي بتضحكي علينا ولا ايه، من كتر ما هي كانت طرية وناعمة ومرملة وفي نفس الوقت متماسكة. تمام، كان نفسي والله اقطعها واوريها لكم، بس طبعا كانت رايحة زيارة. فيعني ان شاء الله نعمل فيديو تاني قريب جدا برضو بإذن الله. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا، وريتكم الطريقة، يا رب يعجبكم. وحابة أشكر ال5 6 اللي بيتابعوني وبيحطوا لايكات، شكرا ليكم من قلبي، وسلام.